رمضانكم وصحة صيامكم. سيدتي شميشة، يا محلى لبسك المغربي. هذا قفطان ديال المبرة اللي هي القطيفة. هذا قفطان المبرة مخدوم بالصم اللي هو الصقلي الحر. وهذا هنا معمول بالضفيرة والعقاد. الخدمة ديالك المعلم، وهذا الطرز الرباطي. هذا اللي معمول هنا على الكتاف لأنه الصدر ما فيش الخدمة، كنسميوه تخمان ولا الشمار بحسب فين حنا في المغرب. وهو كيجي هكذا ملفوف حول الظهر، وفيه واحد نفس الشوكه. هاد الشواكي اللي هنا كتكون في الظهر هكذا قابطه، وهذه الشوكه وخلاص. هادو الطوينكات ديالها. سيده شميشه، احكي لنا شويه على البسطيله هذه الجميله اللي حضرتيها النهار اليوم. حنا اليوم فرحانين، وهذا اول نهار في رمضان، واختاريت هذه الاكله ديال البسطيله لانها من الاكلات اللي يمكن لنا نقدموا لضيوفنا العزاز. هذه بسطيله اللي كتكال حلوه ومالحه، فهذه كنقولوا لها بسطيله بالدجاج واللوز. على اساس كاينين انواع اخرين، كاينه البسطيله اللي غير بالدجاج تكون محمضه، كيكون مع العصير الحامض، لقاوها في مدينه تطوان ولقاوها في مدينه اسفي. وعاد كاينه البسطيله تاع اللوز، غير اللوز بوحدو. هذه كتقدم كطبق اولي، وهذه بسطيله رباطيه كتقدم في مدينه الرباط. هذه ديال فاس، ديال اهل فاس، وهذه هي اللي غادي نقولوا راها معروفه في كل انحاء المغرب. نعم.